السلام عليكم. أغرب قصة مرعبة ممكن تسمعها عن يوتيوبر عراقي كان ساكن في ألمانيا. اتوجد جثته متعفنة في بيته، واللي قتله كائنات من العالم الآخر. القضية دي عملت ضجة في ألمانيا، لكن التفاصيل اللي هتسمعوها مرعبة جدا. خليكم مع القصة. بيقول صاحب القصة واسمه حسام، في سنة 2015 سافرت تركيا، وبعدها هاجرت لألمانيا. ولما وصلت اتعرفت على واحد اسمه إبراهيم ده كان شكله كويس جدا وأخلاقه عالية، بس المشكلة إنه ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب، وأهله في العراق، وكان بيحاول يجيبهم ألمانيا بس ما كانش عارف. المهم بقينا أصحاب جدا، وكنا بنخرج سوا ونلف في ألمانيا ونزور أماكن جديدة. ومع الوقت اشتغلنا أنا وهو، وبقى معانا فلوس كويس. وفي يوم من الأيام بقى إبراهيم جالي وقال لي يا حسام أنا عايز أبقى يوتيوبر، وكان بالفعل جايب معدات التصوير كلها. فأنا هنا رديت عليه وقلت له طيب ولكن القناة بتاعتك محتواها هيكون إيه؟ يعني هتنشر إيه؟ قال لي محتوى رعب ومغامرات وهندخل أماكن مهجورة. بس أنا بصراحة ما كنتش بؤمن بالجن ولا الأشباح، وكنت شايفها خرافات. سألته قلت له طب أبوك عارف بالموضوع ده؟ قال لي ده أبويا هو اللي شجعني، هو ما كانش بيقدر يعمل أي حاجة من غير مشورة أبوه. كنت بسأله عشان هو كان متعلق جدا بأبوه، ولو يوم عدى وما كلموش كان بيتعب نفسيا جدا. انت متخيل؟ المهم بدأ يصور في أماكن مهجورة قريبة من المدينة، وأنا كنت بروح معاه أحيانا، والأماكن دي ما كانتش خطيرة. لحد بقى ما جه يوم وقال لي يا حسام المرة دي عايزين نعمل حاجة أخطر، تعالى نطلع رحلة تخييم في الغابة. قلت له لأ، المرة دي اعذرني، أنا بخاف من الغابة بسبب الحيوانات. المهم قرر إبراهيم إنه يروح لوحده، ويا ريته ما كان راح. بعد ما راح اختفى أسبوع كامل، وأنا طول الأسبوع ده بتصل عليه تليفونه مقفول ومفيش أي رد. حتى أبوه اتصل بيا وقلت له والله يا عمي أنا معرفش عنه أي حاجة، كل اللي أعرفه إنه راح يخيم في غابة وبقاله أسبوع مختفي. هنا طبعا أبوه اتخض جدا وخاف عليه. قلت له ما تقلقش، انا هروح ادور عليه، ولو ما لقيتوش هبلغ الشرطة. قفلت معاه وهو كل شوية يتصل يسألني، ونزلت دورت عليه في الغابة كتير جدا بس ما كانش ليه اي اثر. رجعت البيت وانا محتار وقلقان، وقعدت سهران بفكر فيه لحد الساعة ما تيجي 2 بالليل. فجأة سمعت خبط على باب شقتي. ابراهيم ده كان ساكن في الشقة اللي جنبي، فقلت مين اللي هيجي في الوقت ده؟ أكيد الشرطة عرفت حاجة. قمت فتحت الباب واتصدمت، إبراهيم واقف قدامي. هنا بقى سألته وأنا متعصب جدا أنت كنت فين كل المدة دي؟ ودخلته الشقة، بس حالته كانت سيئة جدا، هدومه كلها كانت وسخة وطينة، وجسمه كان مرهق جدا. بصيت في وشه لقيت عينيه مفتوحة جدا وبيتنفس بسرعة ومش طبيعي. اتصلت أول حاجة بابوه وطمنته، وقال لي طب خليني أكلمه. هنا بقى اديت الموبايل لابراهيم، بس هو قال لي هو متعصب مش عايز اكلم حد، سيبني في حالي. حاولت معاه كتير وقلت له ده ابوك، لكنه اتعصب اكتر ورفض. قفلت التليفون على طول وفضلت احاول اتكلم معاه، لكن ما نطقش بولا كلمة. كان ساكت وسرحان كأنه في عالم تاني. فجأة قام ودخل الحمام وقفل على نفسه، وبدأ هنا انه يرجع ويصرخ بصوت عالي جدا، وكان بيكسر في كل حاجة لحد الجيران ما بلغوا الشرطة بسبب الصوت. وهنا بقى الشرطة دخلت الشقة، وقلت لهم صاحبي جوه الحمام وقافل على نفسه. فكسروا الباب على طول ولقيوا ان ايديه متجرحة ووشه متعور وكأنه كان بيحاول ينتحر. مش فاهمين ايه اللي حصل له، ولكن خدوه المستشفى وقعد هناك 15 يوم يحققوا معاه ليه حاولت تنتحر. لكن ما كانش بيتكلم خالص، وحققوا معايا انا كمان وحكيت لهم كل اللي حصل بالظبط. قلت لهم انه كان في رحلة تخييم، وحتى اغراضه ما جابهاش معاه، هو جه بالشكل ده. وفضل ابراهيم ايام في المستشفى، وبعد ما حالته اتحسنت كلمته وقلت له
ايه اللي حصل معاك؟ عرفني. انا كنت فاكر انه تعرض لاعتداء لان حالته كانت منهارة جدا، لكن لما اتكلم طلع الموضوع مختلف تماما. قال لي اول ما وصلت الغابة دي بالليل ولعت نار وكل حاجة كانت طبيعية. حطيت الكاميرا قدامي وبدأت اصور واتكلمت عادي عن الرحلة. وبعد ما خلصت مسكت الكاميرا عشان اشوف الفيديو، وهنا كانت الصدمة. في أول دقيقة شفت عيون كبيرة جدا ورايا في الضلمة، عيون مرعبة بتبص للكاميرا. رفعت راسي بسرعة أبص، ملقتش أي حاجة. وهنا بدأ جسمي يترعش من الخوف. رجعت أبص في الفيديو، وهنا كانت الصدمة التانية. شفت واحدة ست لابسة تنورة بيضة وبشرتها سودة بشكل غريب ووشها بشع جدا وعينيها لونهم أبيض. كانت في الفيديو بتقرب مني لحد ما بقت قريبة جدا من الكاميرا وبتبص وبتضحك. والأغرب إني ما حسيتش بيها خالص وهي ورايا. قفلت الفيديو بسرعة ورفعت راسي لقيتها قدامي مباشرة، نفس الست اللي في الفيديو قدامي. هنا بقى صرخت من الرعب، وشها كان مرعب جدا وبتضحك ضحكة شريرة. رميت الكاميرا بسرعة وجريت في أي اتجاه وأنا مرعوب بتنفس بسرعة. لكن الست دي ما سابتنيش، كل ما اجري الاقيها واقفة قدامي. غيرت الاتجاه برضه الاقيها قدامي، وفجأة خبطت دماغي في شجرة ووقعت فاقد الوعي. لما صحيت نظري كان مشوش، مش فاهم انا فين، ولكن لقيت نفسي جوه كهف ضلمة. بصيت ناحية المخرج لقيت عيون كتير في الضلمة وصوت همسات وكائنات بتتكلم بره. قمت بسرعة والعيون اختفت ورحت هنا بقى ناحية الخروج. لقيت الكهف ده على حافة جبل عالي جدا، لو خطيت خطوة واحدة بس هقع واموت. لفيت ارجع لجوه ولقيت عيون بتلمع من اخر الكهف. طلعت ولاعة من جيبي ولما نورت لقيت نفس الست دي واقفة وبتضحك. فنفخت في الولاعة وطفيتها ورحت مصرخ بأعلى صوت. قلت لها انت عايزة مني ايه؟ قامت وقربت مني وانا قلبي كان هيقف من الخوف. وشها ما يدلش انها انسانة طبعا. قربت مني وقالت انا بحبك، وبعدين نفخت في وشي. جسمي هنا كله اتخدر ووقعت فاقد الوعي. بيقول انا فضلت ايام في الكهف ده جسمي متخدر مش قادر اتحرك، دايما نايم وحاسس ان في ست نايمة جنبي. لحد ما في يوم المخدر اللي كان في جسمي ده كأنه راح وصحيت، لقيتها واقفة قدامي وقالت انا بحبك بس عشيرتي مش موافقة، كفاية الوقت اللي قضيناه مع بعض، انا مش هأذيك وهرجعك لبيتك. بيقول بقى صحيت لقيت نفسي قدام باب شقتك ومش فاكر اي حاجة غير ان خبطت عليك ومش قادر اتكلم. وبعدين بطني وجعتني ودخلت الحمام. النور كان شغال عادي عندك وفجأة طفى عليا واشتغل تاني، وشفتها قاعدة في الحمام فافتكرت كل اللي حصل. وهنا قامت وفضلت تضرب في دماغي بالمراية كأنها عايزة تقتلني، ودي كانت آخر حاجة أنا فاكرها. بيقول حسام أنا بصراحة ما كنتش فاهم هو بيقول إيه، كأنه اتجنن، لكن التحاليل كلها بتقول إنه سليم. ومع الوقت إبراهيم اتحسن بس حركته بقت بطيئة وكلامه تقيل ولسانه كمان تقل، وكان واضح جدا إنه اتغير. كنت بروح له البيت وأشوف حاجات غريبة، يعني مثلا يدخل المطبخ عشان يعمل شاي ويتأخر، ولما اروح اشوفه اسمعه بيضحك وبيتكلم. اسأله انت بتكلم مين؟ يقول لي بكلم حد في التليفون، وابص مفيش تليفون اصلا. واحيانا كنت بشوفه من شباكي واقف في البلكونة بيكلم حد مش موجود. وفي يوم رحت له سألته انت ايه اللي بيحصل معاك؟ فجأة سمعنا حاجة وقعت واتكسرت. دخلت الصالة ولقيت موبايلي واقع ومتكسر خالص، مع انه كان على ترابيزة واطية مستحيل اصلا يقع بالشكل ده، وحتى لو كان وقع ما كانش اتكسر اصلا. سألته هو في حد هنا؟ فهو هنا ضحك وقال لي لا مفيش اي حد. وهنا بقى فجأة سمعنا صوت ست من أوضة بتقول بعربي مكسر انا اللي كسرته وانت مش مرحب بيك هنا، اطلع فورا. انا طبعا اتصدمت واتجمدت في مكاني، ومن غير ما اقوله رحت جاري بسرعة وقربت من باب الأوضة. فتحته بسرعة ولكن لقيته ما بيتفتحش،
ولما جيت اقفله الباب اتزق بقوة على ايدي كأن في حد وراه. خرجت من عنده وانا مرعوب، وكانت الساعة بالليل الساعة 12. حد خبط على بابي وفتحت لقيت ابراهيم مرعوب. قال لي دخلنا عندك بسرعة، في واحدة مرعبة معايا في البيت. قلت له مين؟ قال لي نفس الست بتاعت الغابة. دخل عندي طبعا ودخل اوضتي الضلمة وقعد على السرير، وبعد شوية قال لي هي واقفة قدامي. بصيت واتصدمت، شفت ايد سودة مقززة طالعة من ورا الباب، هدوم بيضة طويلة وشعر مكركب وعين بيضة مرعبة بتبصلي. قمت بسرعة ونورت النور وهنا اختفت. إبراهيم نام عندي الليلة دي، ومن بعدها بدأت تحصل حاجات غريبة في بيتي، فأنا خفت بصراحة ونقلت بعيد وبقيت أشوفه كل فترة. يوم قررت أروح له وخبطت عليه الباب، محدش فتح. اتصلت مفيش رد. رجعت تاني للشقة وكنت متأكد إنه جوه، وافتكرت إن عنده نسخة مفتاح مخبيها، فرحت جبتها بسرعة وفتحت الباب. وهنا طلعت ريحة بشعة جدا. دخلت ونورت النور كله ورحت أوضته، وهنا كانت الصدمة. لقيت إبراهيم جثة متعفنة على السرير، منظر بشع جدا عمري ما هنساه. فهنا طبعا صرخت من كتر الصدمة، والشرطة جت وخدته. كلمت أبوه وللأسف اتدمر حرفيا من بعده. ومن يومها وانا مش عارف ايه اللي حصل بالظبط، والكوابيس لحد النهاردة بتطاردني. وبكده تكون القصة انتهت. وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش تتابعني وتشترك وتعمل لايك عشان تشوف قصص اقوى جاية. ونشوفكم في الحلقات الجاية ان شاء الله، وسلام.